أحبة المشاهدين، أسبوع جديد وحلقة جديدة نتحدث فيها ببرنامج كلام الناس، وموضوع آخر هو موضوع نتحدث به كل حلقة، وأيضا كل نشرة أخبار، وكل يوم وكل ساعة وكل ثانية، هي موضوع أخواننا النازحين واللي صار بيهم وهجرتهم من محافظاتهم الساخنة إلى مدينة بغداد. واليوم احنا موجودين في كلية السلام الأهلية داخل مدينة بغداد، راح نتحدث بموضوع النازحين ومع أيضا مجموعة من النازحين. أيضا كلية السلام أوت مجموعة من النازحين اللي اجوا من مدينة بلد وأيضا من مدينة الرمادي. راح نكون مع هؤلاء المجموعة مع النازحين، وأيضا راح تكون عندنا انتقالة إلى مدينة دهوك، وزميلتنا اللي راح تنقل لنا كل تفاصيل المخيمات الموجودة بدهوك. راح نلتقي أول شيء بالأستاذ. مرحبا أستاذ. أنا شلون الصحة؟ الله يخليك. الأستاذ مخلد المشرف على متابعة ملف النازحين بكلية السلام. راح يتحدث لنا كيف كان وكيف صار ومن أين أتوا هؤلاء النازحين، وأيضا كل التفاصيل اللي عايشيهم، أكلهم، شربهم، حياتهم. نعم. نبدي وياك من بداية شلون صارت إيوائهم وشلون اتفقتوا بأنه تجيبوهم داخل الكلية. أولا نحن نبدأ ملاحظة صغيرة، هم مو داخل كلية السلام، هم بالباحة اللي خلف كلية السلام اللي تابعة لبستان حضرة الشيخ الشيخ محمد الكزنزاني قدس الله سره. طبعا هم نزحوا يوم 16 من قضاء بلد. نعم. ناحية يثرب. نعم. بسبب العمليات العسكرية اللي صارت بالمنطقة، فتعرف الوضع صعب، والشيخ فتح أبوابه لاستقبال النازحين. نعم. وتوفير المكان الملائم لديهم. فهنا احنا وفرنا لهم السكن الكامل والحمد لله، وفرنا لهم متطلبات الحياة. هاي كلها جهود ذاتية. جهود حضرة الدكتور نوهم محمد عبد الكريم الكزنزاني. نعم. إيواء النازحين باستقبال العوائل، وتعرف الاستقبال عدد بازدياد لحد الآن. توفير الأمور طبعا هو قد ما يوفر حضرة الدكتور أنه جهوده يعني مشكور على جهوده المبذولة، لكن أكلهم يعني أكلهم أنه شربهم حياتهم اليومية أعمالهم، احنا نريد نفتهم بهذه التفاصيل. طبعا احنا نصرف الأكل والشرب طبعا بها مساعدات من حضرة الدكتور نوهم محمد عبد الكريم الكزنزاني، وكذلك اكو منظمات إنسانية قاعدة تجي، منظمات طلابية. نعم. لكن تعرف مو بالمستوى المطلوب. نعم. الدعم الحكومي مو بالمستوى المطلوب. الدعم الحكومي لكم طبعا قد بالمية؟ نقول بالمية، حدد لي قد بالمية الدعم الحكومي اجاكم؟ تقريبا نقول 50%. 50 احكي لي الصراحة، 50 لو اي اقل. 50% تقريبا. تعرف الوزارات الخدمية تقدم جهود، يعني نعم. مثل وزارة الصحة مفرزة طبية يومين بالاسبوع تكون موجودة هنا. وزارة الهجرة والمهاجرين تكون ايضا تقدم مساعدات، وما تسمح لهم بالخروج، فقط هم اللي يجون هنا لتوزيع المبالغ. تمام. اي وزارة الداخلية مشكور سعيها بتوفير الامن والحماية يعني متعاونين وياكم الوزارات بالكامل؟ طبعا متعاونين، لكن تعرف مثلا عندنا احنا هنا موظفين مقطوعين عن الدوام. حلو. فاحنا هاي شغله نعاني من عندها. الشباب طبعا الطلاب اللي موجودين هم هنا حاليا طلاب الكليات، وتعرف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي فتحت الاستضافه والنقل. نعم. فاستقبلهم حضره الدكتور محمد عبد الكريم الكزنزاني قدس الله سره بالكليه مجانا على حسابه الشخصي بالمجان. وهذا طبعا هم انت تنذكر طبعا هي تنذكر هذا الشيء، يعني للكليه ينذكر. وايضا يعني هذا الموضوع موضوع النازحين هسه لو قد ما نحكي به ما راح نعطيهم حقهم. ملف كبير. المبالغ الماليه اللي قاعده تنباق باسم النازحين والله من قبل ما يسمون باللي يخافون عليهم واللي يخافون على الدوله. هذا موضوع ايضا اخر. راح نشوف حياتهم، وهل يقبل احد من المسؤولين اللي مستلمين ملف النازحين بانه يعيش هالعيشه هاي لمده اسبوع بس؟ ما راح نطلب من عنده بانه يعيش زيادة اسبوع. تقبل؟ ابقوا يعني.
بعد كل صلاة الموجودين يدعون ربهم ويعملون مولد مصغر للرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يدعون من ربهم بأنه تفك عنهم الضيقة هاي والحسرة هاي ويرجعون لبيوتهم اليوم قبل باكر. واحنا دائما راح نظل وياهم قلب على قلب، ندعي لهم ونوفر لهم كل اللي يريدوه إلى حد ما يرجعون معززين مكرمين إلى بيوتهم. منظر يقشعر إلى البدن. مثل ما شفت احبتي المشاهدين طريقة توزيع الغداء اللي كان موجود. هسه حاليا احنا دخلنا داخل المطعم او المطبخ الرئيسي، وراح نتحدث مع المسؤول الرئيسي بالطبخ اللي موجود هنا. الله يسعدك اخوي. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. طريقة توزيعكم للاكل اليوم كان شجر وعدس. شجر وعدس. نقعد ونسولف. يوميا ايش قد تسوون، ايش قد توزعون؟ التمن يوميا نسوي 100 كيلو. 100 كيلو. الوجبة الوحدة. الوجبة الوحدة. اي الوجبة الوحدة 100 كيلو. 100 كيلو. كم عائلة عليها؟ عندنا تقريبا 300 عائلة، أكثر من 300 عائلة، ما حصين بالضبط. ما حاصل. اي بس النفرات 2000 نفر. 2000 نفر. نوزع. نعم. على العوائل. كل عائلة نعطيها استحقاقها. نعم. ومع ذلك يعني يصير عندنا زيادة. يظل عندكم زيادة. تعال خليه يجي ياخذ هذا. اي الوجبات ما يومية شكل او اي ها لا مو ثابتة. مو ثابتة يعني لا مثلا لا. الصبح شو تسوون؟ شوربة عدس. شوربة عدس ثابتة. هاي بس؟ شوربة عدس ثابتة يعني. الظهر تمن ومرق. عاد شوف المرق يعني بوتيته باذنجان وطماطة لحم يعني خام. احنا لازم التنويع. اي تنويع. وبالليل؟ بالليل هم التمن نعتبره وجبة أساسية بين الغداء والعشاء. الغداء والعشاء التمن. بس المرق هم منه واحد. احنا سوينا الظهر شجر. العشاء راح نسوي ايش راح نسوي اليوم؟ راح نسوي باذنجان وطماطة. باذنجان وطماطة. تبسي يعني. تبسي. ايه. اكثرية تقبل العوائل الاكل هذا شلون تشوف يعني متوازن يعني مثل ما يقولون بالطبخ؟ يعني ماكو فد شيء بانه تمن غير نوعيه او منعجن او المرقه خفيفه، دا تسوي فد شيء طبيعي. اي طبيعي يعني مثل ما ياكل ببيته هو ياكل هنا. انت هم من الموجودين نعم الموجودين؟ انا نازح. من يا منطقه؟ من منطقه بلد. من بلد؟ نعم. شلون يعني وصولكم الجايه مالتكم لهنا، شلون استقبال الموجودين هنا لكم؟ احنا استقبلونا مشايخ الطريقه القاضيه الكسنزانيه. نعم. شيخ محمد قدس الله سره. نعم. شيخ نهر فتح لنا التكيه واستقبل هاي العوائل كلها واحنا شاكرين له. من وصولكم الى اي نعم من جينا يعني جينا قبل. يا تاريخ وصلتوا؟ احنا وصلنا هنا يوم 6/8/88. جينا هنا. شلون طلعتكم صارت من هناك؟ والله طلعتنا يعني صعبه حيل. يعني ما خلونا، هددونا. يعني وصلوكم داعش؟ وصلونا. اي. وفجروا كم بيت قبل ما نطلع. قتلوا كم شخص. يعني خلاص بس شنو احنا طلعنا بطرق ملابسنا وما طلعنا، ما حد طلع بالنهار. كلها بالليل. وشلون مشي طلعتوا له؟ طلعنا مشي مسافة تقريبا 4 كيلوات. أمنا على عوائلنا وجت عاد سيارات انقلتنا. ومن انقلتنا قبل جينا اللي جاي للدورة هنا. يعني ما اجيتوا يعني مع اتفاق لو بدون اتفاق اجيتوا لهنا بغداد؟ لا احنا لو قبل اجيتوا بس المهم بغداد بس. احنا طبينا هنا قبل على البستان. طبيتوا قبل على البستان. لان احنا نعرف هذا البستان. يفتح لنا راعي البستان، يفتح لنا المكان ونسكن. يفتح لنا باب. من الاحداث اللي صارت هناك تقدر تسولف لنا بحادثه يعني مؤلمه صارت بدخول داعش المدينه بلد؟ والله اني ليش اقول لك يعني داعش من طاب يعني تدري
كل واحد إذا عنده عقل أو شعور فطار شعوره معها فعلا. يعني ناس قتلة مجرمين، شو تحكي يعني، شو تحكي؟ شو تحكي قليل؟ ناس قتلة مجرمين. يعني إذا شرطي ما يطلع عليه مراقبة، العسكري عليه مراقبة، الموظف عليه مراقبة، يعني بس الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر على ذلك. يعني اللي راح الله يرحمه. الحمد لله والشكر. يعني جيتكم من وين انتم جيتوا؟ من يا محافظة؟ محافظة اسحاقي. من الاسحاقي؟ شلون كانت الوضعية؟ شلون كانت بيوتكم اللي موجودة هناك؟ ما اعرف، انا دايخة ومريضة وما عندي. الله يعينك. خير ايش بيك؟ أحبة المشاهدين، حالة يرثى لها ووضعية. قلنا هذه الملابس اللي راح تحدد لكم وتحكي لكم وتسولف لكم المنظر اللي موجودين احنا به. عدد اللي موجودين بهذا المكان هي الملابس اللي راح تسولف لكم. منظر يعني لو كان عند كل شخص ذرة غيرة على بلده وعلى ابناء بلده، يجي ويشوف الحياة اللي عايشين بها هم. ابقوا ويانا إلى حد ما نتحدث مع مجموعة كبيرة من العوائل اليوم، ونريد ننقل كل دقيقة وثانية من وصولهم وإلى هذه اللحظة. أحبة المشاهدين، رجعنا لكم الآن مع عائلة أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد، نريد نفتهم من عندك أول شيء من يا محافظة؟ محافظ صلاح الدين. بس قبل ما تبدي بالسؤال أرد أدي شكر لصاحب هذا المكان. نعم. حضرة الشيخ محمد الكسزاني. نعم. وابنه الشيخ نهرو، يعني هم لو ما الفضل الله سبحانه وتعالى وإلهم لبوا لنا هذا المكان. نعم. وساعدونا وجزاهم الله ألف خير. نعم. من يا محافظة قلنا؟ صلاح الدين. محافظ صلاح الدين. ناحية الإسحاقي. ناحية الإسحاقي. نعم. ايش وقت وصلتوا لهنا؟ 24/12. 24/12 وصلتوا لبغداد. نعم نعم. طريقة طلعتكم، وصولكم لهنا، شلون انتم العائلة؟ والله طلعنا منك على سامرة وعلى الإسحاقي وجينا اللي جاي لبغداد. ما حد تعرض لكم من لا عندهم؟ لا ولا ما حد تعرضنا لا من هذا الصف ولا من هذا الصف. لا من هناك يعني من ناحية داعش. لا لا. كانت العيشة هناك بدخولكم من دخلوا لمدينة صلاح الدين؟ والله العيشة انت من دخلوا داعش انقطعت عنك، لا تطلع السوق. يعني من دخلوا إلى ما جيت هنا أنا ما طالع منطقتي فرد نوم، شلون كسجن يعني مقيم داخل المنطقة. نعم. نعم. سجنوكم يعني بمنطقتكم؟ يعني مو سجنونا بس احنا ما طلعنا، يعني ما وين تقدر تتحرك، الاطرق كلها مسددة يعني ما. وضعيتهم هم من دخلوا، واحنا نريد تشرح لنا كل لحظة شفتوها يعني من عندهم، شلون السالفة كانت وياهم. والله يعني ما شفتوا اللي موجودين وطريقة ما. أنا بالنسبة قاعد ببيتي وساكت، لا حد جاني ولا رحت على حد. نعم. ما طلعتوا بعد برا قلت لا يعني لا لا ما تعرضوا لكم؟ بلا جونا قالوا لنا لو تطلعون ويانا. نعم. لو ما لكم مكان تطلع وياهم يعني تطلع وياهم تقاتل غير. ايه. واحنا سحبنا شوالاتنا وطلعنا. ما لكم مكان. إيه. وخلوكم هيك. اي نعم. اي نعم. قالوا لو تقاتلون ويانا لو ما لكم مكان. انت شنو تشتغل هناك؟ والله غير فلاح. فلاح. نعم. وبيوتكم والقاع كلها عفناها، والحلال والسيارات. نعم.
واتجهتوا لبغداد؟ واتجهنا لهذا صاحب هذا المكان وخلف نعم. الله عليه، وجزاه الله ألف خير وجزيل الشكر مرة ثانية لحضرة السيد الشيخ محمد الكسنزاني الحسيني وابنه الشيخ نهرو. نعم. يعني لو ما هم ووفرونا هذا المكان والعيشة والأكل والشرب. كافيتكم العيشة؟ والله الحمد لله احنا يعني مقتنعين بكل شيء. الحمد لله والشكر. الحمد لله. لا انت العائلة مالتك من كم شخص؟ كلنا احنا 7 نفرات. 7 نفرات. نعم. كيفيتكم هاي الخيمة؟ لا والله ما مكفي، يعني متضايقين حيل وحارة بالشتاء كانت ثلج وهسه احنا نركب. نعم. ناحية البنات عندك بس بنات الله يخليهم؟ بنات وولد واحد طالع يلعب ويا الله يحفظهم يا رب ان شاء الله. من ناحية البنات والدراسة مالتهم والوضعية؟ والله من هناك كانت بس عندي بنت واحدة تدرس. نعم. والسنة ما درست من وراء الوضع ما تركت هالسنة؟ نعم. ما طلبتوا من احد بانه ترجعوهم للدراسة او كل شيء؟ طلبنا بس قالوا على اساس يجيبون كرفانات ومدري شنو، لحد الان ما يسويكم مال مدرسة على اساس كرفانات. نعم. البنت الله يخليها شروق. هي بالمدرسة شروق؟ لا مو طالع برا. نعم. والابن الاخ اللي عندك؟ اصغر من شروق. نعم. الحالة الصحية شلونها عندكم هنا؟ والله الحمد لله زين، يعني اكو رعاية من الجانب الصحي يجي. نعم. رعاية من من وزارة الصحة؟ من وزارة الصحة جاء تجي وتراقب بس علاجات ماكو بالمكان اللي هنا اللي نريده، ماكو مكانات. لازم من برا تشتري. اي نوبات اكو هنا نوبات ماكو، ودكاتره مقيمين يعني ماكو الا تجي يعني اسعافات ونوبات تيجون بالاسعاف ياخذونهم وزاره الصحه لا زين يعني. احنا بس حبينا بانه نسمع من عندكم وضعيتكم شلونها، الحكومه جابت لكم وفرت لكم شيء؟ والله الحكومه ما حد جانا فرد نوب لحد الان. بس على الناس الخيريه والطلاب واكو مجموعات خيريه تجي تراقب وتساعد، والشيخ نهرو والله ما قصر. نعم. يعني دور الحكومه بموضوعكم نهائيا ما حد لحد الان وهم عندهم علم بانه انتم موجودين؟ شلون ما عندهم؟ لحد الان ما كل شيء ما شفنا من الحكومه نهائيا. هذول ميليشيات لو عصابات اكو فرق. من يقوم بعمليات القتل والابتزاز والخطف هم داعش وازلام البعث. أدلة وإثباتات موجودة عنده قدمتها لرئيس البرلمان، وعندي جلسة خاصة في محافظة ديال لكشف هذه الأسرار. ديالى الآن تعاني من إرهاب الميليشيات. انت ليش معترضة على تسليح العشائر؟ ناس تريد تدافع عن نفسها. هذه سياسة خاطئة تسليح العشائر. أمامنا عدو مشترك. من يضحي من أجلنا هو الذي يمثلنا، من يتحدث بقضيتنا هو الذي يمثلنا. يفترشون الأرض عوائل. قرر مجلس النواب حل اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلق. اشترى صالح المطلق من شركة اسمها زنار في دوق الخيمة ب5 ملايين و100 ألف. هل من المعقول أنه احنا في هذه الظروف السيئة ونسمح بهكذا ممارسات؟ تسليم مبلغ 2 مليار دينار إلى قضاء حديثة بذمة شخص واحد. أه 480 ألف لليلة واحدة في فندق. شنو هذا الصرف؟ شنو هذا الهدر؟ إذا تريد تعين عندك فلوس زايدة عين ذولا النازحين، ليش تعين ناس مو نازحين وبعدين ترجع تصرف عليهم مبالغ إيفاد؟ نازح غرقان واضح يا صالح
المطلق. آمين. صفقة الفنادق في كربلاء، أنا أعتقد أن هناك صفقة فيها شبهات فساد ينبغي أن تجري المحاسبة عليها. أحبة المشاهدين، بالصدفة وصلنا ولقينا مساعدات تتوزع للنازحين اللي موجودين هنا. ما أتوقع حلقة راح تكفي نتحدث عن النازحين، ولا حلقتين، وإلى 10 حلقات، ولا أتوقع موسم كامل نقدر نكفي ونوفي ونتحدث عن النازحين. بس نتمنى بأنه رسالتنا توصل لكل شخص قاعد يشوفنا حاليا. عينه خلي تكون على هالأطفال كبار العمر والشباب اللي موجودين والبنات خواتنا إن شاء الله. خلي يكون عنده رحمة ويدير باله على هالملائكة ذولا. راح نتحدث ونسولف وياهم ونسمع منهم قصص، وأتمنى بأنه الحجية اللي موجودة هنا بأنه تسولف ويانا فابقوا ويانا. السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحة؟ شو أخباركم؟ الله يخليك ويسلمك. حجية من يا محافظة؟ انتوا شلون وصلتوا؟ من يا محافظة؟ انا من محافظة يثرب بلد. بلد؟ يثرب بلد. اي صلاح الدين. صلاح الدين. يعني وضعيتكم شلونها؟ والله يعني شلون وضعيتها؟ هاي هناك شلون كانت وضعيتها؟ والله هناك كنا قبل ما يجينا داعش بخير. بساتين وبيوت وسيارات وحلال ونحمد الله ونشكره. جانا داعش خلانا حاضنا بطريق ثيابنا، بالعزيز انهزمنا، عفنا بيوتنا وعفنا حلالنا وبساتيننا وتالي بيوتنا وروها ومهمدوها، جابوا شفلات وشالوها. لغوها البيوت؟ لغوها. سووها قاع؟ سووها قاع. وبساتيننا نسمع يقولون يريد يقسطونها وقصتهم حشاك. احنا ما زلنا هزمنا ببيلاتنا. والله يا ولد اجتلوا ولدنا، والله هاي ام ادريس ام الخليفه 3 ولد ورجلها 4 وابني كلهم شهداء جوهم عتك هي. الحمد لله والشكر. كودنهم دراويش جوهم عتك، جابوا لهم مفخخه واقتلوهم. الحمد لله والشكر. والحمد لله انهزمنا بالباقين. الحمد لله والشكر. ايوه وهسه احنا يم بستان الشيخ الحمد لله، والله الخير كثير وكل شيء يوزعون، بس البشر مو مرتاح. طبعا البال ما مرتاح. مو يابا. بيتك قاعد. وعلى الحمد لله نقول الحمد لله. نقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله والشكر على كل حال. اي والله الحمد لله. والله ان شاء الله يعافينا ويعافيكم وان شاء الله يستر عليكم. ام ادريس كم شهيد عندك؟ عندي 4. 4؟ الله يرحمهم يا رب. ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله. وجينا احنا وقعدنا هنا ان شاء الله. شلون يعني ليش كتلوهم؟ هم قالت لهم الارهابيه. اي ادري اعرف يعني هم كتلوهم. شدراوش والله. خلاهم يطبون بالذكر وجابوا لهم مفخخه وطبقوها عليهم. وما حد مات من ذيك التكي غير ولدنا. بس ولدنا. ما ادري الله رايدهم، ما ادري كيف هو. الحمد لله. الحمد لله. وهسه جينا احنا هنا ان شاء الله بصاية الله وصاية الشيخ ولد الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله ما يقصرون. ان شاء الله. ان شاء الله. ما جاتكم ان شاء الله. ما نطتكم فد شيء، ساعدتكم فد شيء؟ لا والله حرام، غير انتم تجيبون لنا هاي المساعدات ولا والله ما حد عوضنا ولا ابد. الحمد لله. الحمد لله.
خامنا قوة على العالم. لا يابا. والله ان شاء الله يعافي الشيخ، وان شاء الله يعافي الحكومة الدينين، وان شاء الله يعافيكم يا يابا، وما قصرتوا ويانا انتم. الحمد لله وشكرا. والله هذا اللي نقدر بانه نكف يعني جزء بسيط، لانه هذا يعني شلون نقول بانه هذا دين من عندنا، مو هم عيب واحد يقولها دين، بانه هذا من لازم من اخ الاخ ومن ابن الام، يعني احنا لازم بانه نساعد وياكم، نتواصل وياكم لحد اخر شيء بحياتنا ان شاء الله. الله يسلمكم يا عيني، وردكم ان شاء الله طيبين يا ربي. احنا مالنا فين راحت، عندنا مال، عندنا بساتين، عندنا بيوتنا مليانه، يعني عندنا حلال، كل شيء ما كسبنا من عنده كله راح. طلعنا بثيابنا لابسين. الحمد لله. احنا قاعدين حاطين هاي شو قاعدين ناخذ حصتنا. مو الحمد لله. الحمد لله. مو الحمد لله يعني نمشي ونقاصر. مو بس نقول الا نحصلهن، خاف ما حد ينطينا، خاف يعني ما يصيحون بسامين، منتظرين تناخذ. الله يسهل الله يسهل ان شاء الله. انت لا حكيتي لا سولفتي ويانا. شو اسولف انا شقو؟ والله والله يا يابا انا امداد ولد اخذهم 2 وهجموا بيوتي ال4. الله يعين. واحد اشتروا وواحد اخذوه. الحمد لله والشكر. وهسه همداد قاعدين بصايت الله وصايت الحكومه والساده، وهمداد قاعده ويا خالاتهم هنا. الله يديمكم يا رب. شو اسولف يا يابا؟ الحمد لله. الله يسلمك. ونريدكم طيبين. قدامنا الحكومه وانتو. الحمد لله والشكر. الحمد لله يا عيني بصايت الله يطول بعمركم ان شاء الله، وترجعون بالسلامه يا ربي، وان شاء الله راسكم مرفوع ترجعون ان شاء الله. المشاهدين راح نلتقي بعائلة أبو رضا. أبو رضا، صار لكم كم يوم من وصلتوا لبغداد؟ صار لنا تقريبا أسبوع من جينا لبغداد. أسبوع من وصلتوا من جينا بغداد؟ واستقبلوكم يعني جيتوا بهال استقبلونا وشالونا على رؤوسه. وهسه بديتوا يعني يعني يجهزوكم جهزونا خيمة وقعدنا به. من يا محافظته؟ محافظة صلاح الدين. صلاح الدين. قبل اسبوع جيتوا، كانت الوضعية يعني طلعتوا هسه بالجديد يعني؟ لا احنا كنا طالعين بيتنا بغير مكاناته وعاد جينا اللي جاي. وين رحتوا؟ كنا لي غاديس. والله. عبالنا نعبر عن الناحية وما مسدود الطريق ورجعنا لبغداد. جينا هنا وقعدنا. بالنسبة لأطفالك؟ والله أطفالي هاي صار له 6 سنين 7 سنين عمره سقط مع بابا. وهاي الأخرى عندي لهايتها مشقوقة. لهايتها مشقوقة؟ اي. الله يحفظها. هذا ايش قد عمره؟ 3 أشهر. اي. ايوه رحت على المستشفى هنا مال بغداد، نقلنا غير مستشفى وما عندي كروة اروح اودي. وما ادري عاد هناك. يعني هاي بالاحداث اجى الطفل هذا؟ اي. اي جبته بالبيت. بالبيت. اي. وهذا الاخ، هاي الطفل الاخ شنو؟ هاي الطفل هم من مريضة السقط. هذا جت من الولادة. هي هاي صار لها 6 سنين. ولادية؟ اي. نعم. هي من جت هي هيك حالته. بس قالوا لنا الدكاترة تعالج على اساس. شنو الحالة المرضية مالتها؟ ضمور. ضمور؟ اي كل جسمه قالوا، بس قالوا تاخذون العلاج شهر بشهر تصير زينة. وما اخذتوا العلاج؟ شهر ناخذه وسنة ما ناخذه. ما عندنا ويوميا مكان احنا شايلين. ايوه. تعرف طلعنا من بيتنا وهاي. شلون وضعيتكم وبيتكم كانت هنا؟ والله عندنا همنا
خراب وقاعدين. وضعتنا هم مو زينه هناك، بس احسن يعني ما احسن من جهه داعش وهاي. اي خربط لنا عيشتنا، هم عايشين 10,000 كل شيء تسوق به. صحيح. اي وهسه حالتكم هاي شوف حالتنا هاي الذبان والصايغ. خلف الله على المشايخ قعدونا هاي. اللي عرفته بانه انتم من جيتوا لهنا يعني الوجبات مالك يعني تاخذوها بصوره كامله، مساعدات. ايوه المشايخ ما قصروا يعني. بعد كل شيء ما نار فراش هاي من فزعونا من اهل الخيم، مو نعطيهم قبل. فزعونا بس لسه كل شيء ما انطونا. هاي شلون اخذتوها يعني حصلتوها من الموجودين هنا؟ لا والله من هذول اهل الخيم محصلين قبلنا. هو اهل الخيم يعني الناس اللي موجوده هنا. الزايد نطقكم اياه قصدي. اي قالوا على اساس مسجلين ينطونا فراش. اي لا يم المشايخ فراشنا. وهذا الطفل هسه حالته هم انا عبالك مثل اختي شكله، بس انا بعد لسه ما وديته للدكتور. دحج شوف عاوج رقبته ودينا صامتين دحج اصابعه. ودحج من جت لحد الان يعني ما تقف على رجليه. وضعيته حيل تعبان. اي وعنده ضعف. اي الله يودي على دكتور خاص. الله يسهل ان شاء الله. الله كريم. الله كريم. حالة وعائلة أخرى من العوائل الموجودة وفوق الضيم اللي هم بيه أولادهم مرضى، ضمور وفتحة بالله. وين دورك يا وزارة الصحة؟ وين دورك يا وزارة الصحة بهالموضوع هذا؟ وين دوركم يلي قاعدين تاخذون وتعبون بالجيوب بهالموضوع هذا؟ هسه اجى دوركم المفروض بانه تساعدون. ميزانيه وقرت وهذا كان العذر مالتكم، وبينما الكل يعرف بانه موضوع النازحين وفلوس النازحين ما مرتبط بميزانيه، بس مرتبط بضمايركم. وصلنا هسه حاليا الى وحده من الجملونات اللي بيها عوائل، وبهالاثناء هاي راح نلتقي بمجموعه من العوائل. اول خبز الله يسعدك. شلونك حبيبي؟ الف هلا. خبز قاعده توزع على العوائل الموجوده. نعم. اي اقدر اذوق؟ عادي. خبز طيب حار حلو. العوائل اللي موجوده على العائله ايش قد توزع؟ والله بالنسبه للعائله مثلا 10 نفرات انطيها 8. انطيها 8 انطيها 7. لان احنا الدخار الطاحين عندنا قليل. عندكم مخبز كامل تخبزون به؟ والله عندنا هاي التنانير وتخبز النساء واحنا نوزع. 3 وجبات تخبز. 3 وجبات. 3 وجبات. ريوق غدا وعشاء. بالضبط. احنا تقريبا يعني هذا يعني الموقع نازحين به تقريبا بال2000 نازح. اللي عرفناه بانه 2000 نازح. اي تقريبا بال2000 نازح. يعني انا يوميا لازم اوزع ب 3000 4000 اسمه قرصه. يعني على 3 وجبات. على 3 وجبات. الريوق الغداء العشاء. نعم، لا مو انت تقول 3000 4000 خبزه هاي كل وجبه؟ 3 وجبات هن 3.
وجبات. 3 وجبات. لان انا جاي انطي مثلا، مو انطي يعني الفرد يعني قرصه كامله، يعني احسب مثلا كل 10 انطيهم 8، اللي 7 انطيهم 5، يعني دائما ناقص 2 3 2 3. تعرف قلت لك انا ادخارنا على الطحين قليل. بدها توزع لكل عائله 7 إلى 8 قرص خبز. نعم. هسه وزعت؟ هسه انا وزعت من هناك، جبتها بعد عندي هذاك الصفحه. راح ابقى وياك. واخذ شويه همينه من عندك. الف عافيه. الله يعافيك، ولو تجاوزنا على واحده من القرص مالكم. يلا سهل. يلا ممنون حبيبي الغالي. الله يبارك فيك، الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك ويخليك يا ربي، الله يعينكم ويقدركم على فعل الخير. والله احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم اولا، ويحفظ هذا القناه الشريفه اللي التقت بينا طبعا انا هم نازح. من يا محافظه؟ والله انا من محافظه صلاح الدين قضاء بلد. شو وقت جيت بيا تاريخ؟ جيت يوم تقريبا 16. 16. ايوه. انت وعائلتك؟ انا وعائلتي واطفالي وكلها. شلون طلعتوا من هناك؟ والله لو بدون سياره؟ طلعنا من هناك مشي بالقصاب وبالطين وهذا، ولين خلصنا. يعني يلا خلصنا برواحنا الحمد لله. لان هذول هاي الافه او يعني هاي الافه السوداء جت علينا، اذتنا حيل، حرقت بيوتنا، فجرت، شعلت هذا. طبوا علينا المسلحين. والله أنا عندي 6 أطفال، توقع أن يطلعونا من بيتنا، وقعوا بيتنا للقاع. يعني بهاي الحالة إحنا وين راح نروح؟ وما ندري، يعني نريد المساعدة مالتكم، أنتم ما قصرتوا ويانا. وأحب أسلم على أبوي مظلوم بلد. الحمد لله والشكر. شلون الضرب؟ شلون؟ من طبة جيش، ما طلعوا هم يعني بالبداية، فمن طبة جيش صار طلع نار وجت هنا برجله. اي والله، وهسه اريد يعني بس بمدي اروح اشوفه ببلد، ولحد الان ما راح شفته، راح يصير شهرين ماكو غير الله. ما تشوفون حالتنا هنا شلون. طبوا علينا المسلحين وطلعونا. انا عندي 4 أطفال من بيتي، والاطلاق النار هيك انهزمنا بهم جوا على خسرج، والحمد لله والشكر. هزمتوا بيهم؟ انهزمت باطفالي. اي والله بروحي واطفالي شلتهم وانهزمت، وعفت بيتي كلف علي 125 مليون، بنيته جديد، بقالي بس سجهم، بعت ذهبي حلالي، ابوي ساعدني والله العظيم، والسنه عاد اتمنى اقعد بيه، وتالي عفته وطلعت. مساعدات من احد ما اجتكم؟ بلا والله هنا يعني خطيئه ما قصروا ويانا. اهلك شلون تتواصلين وياهم؟ والله عرفتي هيك وضعيه الوالد؟ والله ما رحت لحد الان وشفته. ادري يعني ما عرفت. سمعت هنا ناشرينه على الفيسبوك وشفته وشبعت قهر، وشفته شلون مضروب، اخوي شلون منشاتلينه ومتعب معذبينه. اي والله العظيم يعني قهر. نعم. وش نسولف ونقول الحمد لله والشكر، واحنا نشكركم. شنو السبب يعني كتله واخوك بهذا؟ ما طلعوا يعني هم، يعني اخير يوم الجيش من طب هم عاندوا بالبدايه ما طلعوا. قالوا ان شاء الله ماكو شيء، وين نروح نهزموا من منطقه المزارع صعدوا للزور. فمن طب الجيش صار اطلق النار. هو ابوي هم شويه تعبان كبير، جت هنا الفشقه برجله، وشالوه على الجيش مال المعسكر وعالجوه خطيه، ما بيهم قصره. الجيش يعني حال الله يرضى عليهم ويوفقهم الله ويحميهم وينصرهم، والدواعش الله لا يوفقهم والله لا ينطيهم مثل ما بهذلونا. بهذلوكم بهذلونا والله بعذبونا حيل، وهسه هنا قاعدين الحمد لله. هم جوا عليكم طلبوا مثل ما طلبوا من بقيه العوائل بانه لو تطلع تشتغل تشارك وياه بانه يكون من الدواعش، لو تطلعون ما تبقون؟ مو انا زوجي لا، زوجي من البدايه يعني طلع قال انا راح اطلع وانت تبقين ابقي، مش هو بحاله يعني داوم بقى ويا الجيش.
زوجي ما استسلم وياهم، انا ظليت عن جهالي. ومن صار الضرب جيت لي جاي هنا انا بتكل. يعني هسه حاليا وحدك ماكو؟ لا زوجي ما موجود يمي، جاي يداوم. جاي يداوم بعد ما جاني لحد الان، ودي اروح والله لاهلي يعني البلد اشوف ابوي واشوف يعني هنا الحاله الماده ما عندي، يعني الاجره السياره اروح لابوي البلد 150 يطلبون الاجره وما عندي. صحيح. الحمد لله والشكر، وقاعدين والله ومساعدات هنا حيل يعني ما مقصرين من عندنا. مقصرين وياكم، لكن نشكركم. نتمنى بانه نتمنى نرجع دعوه مباشره من عندك لاي شخص تحبين بانه يساعدكم، بانه يتقرب لكم بهذه الفتره حتى يعينكم. عانونا والله هوايه ناس خيرين هنا ساعدونا والله العظيم حيل، يعني مو شلون ما كانوا. صايت المشايخ هنا هم لمتنا هاي التكيه مالتهم وقعدنا وجاي تجينا مساعدات الحمد لله. يعني اخوي احنا جينا بطرق ارواحنا، يعني حتى ملابس اطفال ما شلنا، يعني قال لك لو اذبحك لو تطلع. طردوه من كل المرافق ثم قالوا أنت لاجئ، لترتفع الآن أذرعة اللاجئين رياحا، لتنتشر الآن أسماءهم جراحا، لتنفجر الآن أجسادهم صباحا. يا أمنا انتظري أمام الباب، إنا عائدون. وصف شاعري رد المالكي على سقوط الموصل كان باردا إلى حد الوجع. يوميا الناس تطلع تظاهرات تطالب، اكو معاناة، اكو أزمة سياسية بالبلد. لأن كنتم تريدون الشراكة وتقولون احنا مو شركاء حقيقيين، ليش قبلتوا بالشراكة؟ فهاي الانسحابات لو في أي دولة الحكومة تنهار تستقيل تستبدل. كانت مسؤوليتكم أن توصلون إلى رأس الحكومة إنه هذا الوضع أكو تجاوزات. ليش ظهرت القاعدة وداعش في المجتمعات؟ لأن هناك أزمة سياسية. أنت كمحافظة كحكومة محلية تجيب لي أنت القائد من عندك وتستقل بهاي الطريقة، شو مبقيك وياها؟ أنا ومن معي من وزراء والكتل السياسية كانوا بعيدين عن الملف الأمني. وصلنا حاليا مع عائلة أبو سيف. أبو سيف راح نسولف وياه ونحكي وياه شلون وصلتوا، وضعيتكم شلونها، مرتاحين ما مرتاحين، الحالة الصحية شلونها مالتكم. بس نبدي بسؤال. صحيح. قلت لك احنا راح نسولف بسوالف اعتيادية، خلي المايك يمك ونسولف. أبو سيف من يا محافظة؟
صلاح الدين هم قضاء يثرب يمكن؟ ناحية يثرب. ناحية يثرب. اي يعني هم نوعية العوائل اللي موجودة اجيتوا. موجودة ايوه العوائل. اي. اكثريتكم قرايب لو؟ اي والله. اي قرب المايك يمك شوي. اي قرايب. طلعتكم من هناك هواي من العوائل سولفت بانه طلعتوا عن طريق البساتين وبالليل تجولتوا الى حد ما وصلتوا لمدينة بغداد. اي صحيح. اللي تركتوه وراكم؟ والله تركنا بيوتنا، تركنا سياراتنا، تركنا بساتيننا وحلالنا كله وطلعنا. وجينا اليجان مع البستان مال بالدورة. والحمد لله هسه قاعدين مستقرين. مهم على عوائلنا وعلى اطفالنا. وهو هذا هسه المهم. هذا المهم. اي. المهم يعني طلعتوا المهم حافظتوا على سلامة اطفالنا واهلكم. واهم شيء هذا اهم شيء. ايوه. اما بيوتنا وسياراتنا وحلالنا كلها عفنا بالبيوت وطلعنا. علينا صوتك شويه حتى الصوت يعني يوصل للمايك. الحاله اللي وصلتوا بيها هسه وانتم قاعدين هنا يعني 3 امتار يمكن ب3 امتار. اي هاي الغرفه هي كل واحد مثل هاي. ايش كم شخص بيها هاي؟ والله هاي 8 بيها. 8؟ اي بيها 8. مكافيتكم يعني لو؟ والله يعني هو هذا الموجود لانه هي غير تقسم على الموجودين على العوائل اللي موجوده. اي فكل واحد له مثل هاي المسافه ينامون بها. هذا اللي لانه ماكو غير هذا المكان. صحيح. صحيح. عوائل صارت هوايه وزخم صار على العوائل هنا موجوده. وبتجملونات لانه بالشارع ما يقدر ينامون العوائل. صحيح. دعم حكومي يمكن ما اجتكم؟ والله ما سهل المساعدات الجايه. بس المساعدات من الاهالي ومن الاشخاص الموجودين اللي قاعده تساعدكم بس. يعني الحكومه لا لها دور ولا لها والله ما شفنا يعني احنا بس هاي المساعدات الجايه تطب وجاي تيجي. مليون ما حصلتوا من عنده شيء؟ والله حاليا لحد الان احنا مسجلين اكو قسم استلموا واكو قسم منهم ما استلموا. واحنا حاليا لحد الان بعد يعني يقولون بعد فتره. انت ايش كم قلت 8 عندك؟ احنا 8. هذول اصغر شيء عندكم؟ هذول يعني من البلد. عندي طالعين يعني. طالعين برا. الحاله الصحيه اللي موجوده هناك ايش تشوفون يعني اكو حاله فد شيء بده يوصلكم من وزاره الصحه من وزاره جاي تجي الوزارات وجاي تجي لجان وجاي يجون الصحه جاي تجي وجاي تنطي علاجات وجاي لقاحات يعني مهتمه يعني بالنسبه للصحه جاي نشوفها احنا. نعم. احبتي المشاهدين بعد ما خلصنا حوارنا مع ابو سيف راح ننتقل انتقاله الى محافظه دهوك وزميلتنا رشا اللي راح تكون ايضا مع مجموعه من العوائل النازحه اللي تهجرت من محافظه نينوى الى محافظه دهوك. ابقوا يعني. نرحب بكم مشاهدي برنامج كلام الناس، واليوم في محافظة دهوك وفي التحديد في مخيم شارية. راح ندخل إلى المخيم وراح نسمع بعض القصص لنازحين من مناطق مختلفة في محافظة. من سنجار. من أي قرية؟ قرية فالسركي اسمها. زين أول ما دخلوا داعش؟ اي والله كان بالمجمع مال قرزارق يعني بمنطقة قرزارق بالليل صار الداعش جاء، ومن صار صبح العالم كله يركض على الجبل، احنا هم ركضنا على الجبل ما جبنا أي شيء. و10 أيام حوالي احنا بالجبل والله لا اكل ولا شرب. الاطفال كلهم موجوعين بالله يعني ماكو هالقد ما ينطيح. الشباب مالنا يروحون على يعني الطلقات يجي يروحون يجيبون شويه ماي حتى ما احنا النسوان والاطفال ما يموتون من العطش.
ولا هلقة خبز ما عندنا ولا يعني قال البابا فتح الطريق واحنا جاءنا ما نعرف احنا يعني فوق الجبل. كم واحد مات؟ ايه؟ كم مات؟ اي والله يعني صحيح انا ما شفنا واحد مات مو يعني مو يمنا يموتون. ايه مر ابوي وامي مات يعني هو بنفس السنجار جاء وما يقدرون يمشون. بقوا بالبيت؟ لا مو بالبيت يعني بس بالجبل يعني السطح يعني مو بالجبل ما يقدرون يمشون. اي والله بقوا اسفل بالمزار مال معمر رشا اسمه. ايه بس ولا حالنا ضعيف حيل ما عندنا اي شيء. زين شلون حياتي هنا داخل المخيم؟ ها؟ شلون حياتي هنا داخل المخيم؟ ولا مو زين يعني اذا شرعتي هذا كله مي والرطوبه يعني حتى مو زين حيل مو زين. كم واحد عايشين هنا؟ 7. عندك 5 أطفال؟ ايه. حتى المواد الغذائية نبيعه حتى نعيش. زين هي المنظمات مو ينطوكم والحكومة؟ حتى الميلون مالنا ما اجى. ليه هسه ما انطانا؟ المليون؟ اي. ونحن 7 مثل أطفال 5 ونحن 2. هو يروح على الدهوك على هذا المكان يشتغلوا ويجيبون فلوس حتى في هذا البرد. انت تعرفي حيل برد. يروحون ويشتغلون حتى يجيب. ولا هذاك الصبح ما عندنا اكل. ليش؟ عندنا الخبز على الدهن والولد ياكل. جاء هم قالوا يخلون بالخبز بالدهن اذا ياكلون بس. ما عندنا اي شيء. انت تعرفي البرد ما يقدرون يشتغلون حتى ماكو شغل. والعاد هذول الاطفال شلون ينطونا المواد هذا بس ما ينطونا الفلوس. ما عندنا فلوس حتى نشتري به اشياء. حتى هذا وهذا عندهم يعني سوي حفاظه ماكو حفاظات. ما عندنا اي شيء. نبيع المواد حتى انطانا السوبر بعناه. انطاني قمصله بالقرعه انا بعته. الكرتونات مال الاولاد بعناه في سبيل نجيب الاكل. ما عندنا اي شيء. شلون شفتي؟ شلون طلعتي من داعش؟ من هو قصة بداعش؟ على 6 ولادي وحماتي وزوجي. ضد داعش؟ ايه ضد داعش. ايه. تعرفون اخبارهم؟ ولا شوية. احنا خابرهم قبل شهرين وهسه ما عنده اخبار. زوجي وابني الكبير ما عندنا اي اخبار عنهم. ما نعرف. ما عايشين؟ لا ولا ما نعرف. هم بس اعرف داعش. وانت شلون طلعتي داعش؟ ولا اني مو بالبيت، انا يم اخواتي واخوي الجزيره. ايه. مناسبة العيد انا جيت يمهم وهم باقين بالبيت وبس انا عرفتهم اخذوا داعش. ما اعرف. انت في الطار رايحه وبعدين داعش؟ ايه انا وولادين عن امي
وهن بعضهم بالبيت أخذوا داعش. وهسه شلون عايشين؟ ولا فقيرين ما عندنا شيء، يعني ولاتين. وشنو تقولين على يعني زوجك ماكو ابنك ماكو؟ لا ماكو، ما عندي اي اخبار عنهم. وشنو تريدين تسوي؟ وش اسوي؟ بس اريد ارجع عندي، ما اريد شيء. تريدين زوجك او بناتك؟ ايوه كلهم، زوجي اولادي. او كم واحد هسه؟ كم واحد وياك؟ 2. صغار ولا كبار؟ هذا عمره سنة وهذا 6 سنين. والبقية كلهم هنا؟ وشلون عايشين هنا؟ ولا هم ولا ما عندنا شيء. زين، وما قالوا هم من كانوا يخابرون ما كانوا يقولون شلون اخبارهم هناك داعش شو يسوون بيهم؟ ولا ما يقولون شيء، بس يقولون احنا بيديهم. اكو تعذيب اكو شيء؟ ما اعرف ولا ما يحكوا شيء. ما يقدرون يحكوا شيء؟ لا. اولادي وزوجي ما اريد شيء ثاني. بعد سماع مأساة هذه العائلة والبنت الوحيدة التي بقيت من العائلة ننتقل والزميل فواز. أحبة المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. شفتوا العوائل اللي موجودين بمدينة بغداد وش صار من كلام بيننا وبينهم، وأيضا شفتوا العوائل اللي موجودين بمدينة دهوك والحوار اللي صار بيننا وبينهم. ما أتوقع حلقة أو حلقتين تكفي لإيصال هذه الرسالة لكل المسؤولين بالحكومة. ما أتوقع أيضا بأنه موسم كامل يكفي بأنه نوصل صوتهم ونقول ليش وقت يبقى العراقي هيك مذلول بداخل بلده؟ ليش وقت يبقى العراقي مهجر داخل بلده؟ رسالة حبوا يوصلوها ويقولون لكل مسؤول يسمعهم ويشوفهم: قد ناديت لو أسمعت حياة، لكن لا حياة لمن تنادي. كلامنا خلص، لكن كلام الناس ما يخلص ويبقى الحكم لكم.